هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 23 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول من حلقتنا لهذا اليوم لتناول تقرير خبري حول وفاة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. أما في الجزء الثاني فنتناول تحليلا سياسيا لنتائج الانتخابات الإسرائيلية مؤخرا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تعاون أمني سوداني إريتري مشترك. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الحكومة التونسية قد توافق على دفن بن علي في بلاده. إيران تتوعد بحرب شاملة في حال مهاجمتها. تظاهرات في شرق السودان ضد الإقصاء والتهميش. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كشف تلفزيون الصين بأن كل من إريتريا والسودان توصلا إلى توقيع اتفاق أمني مشترك يتم بموجبه التعاون في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الجرائم العابرة لها، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري وبناء القدرات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين. جاء ذلك حسب التلفزيون الصيني أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس إسياس أفورقي للسودان، والتي التقى فيها رئيس مجلس السيادة ونائبه إضافة لرئيس الوزراء السوداني. ولم تكشف وسائل الإعلام السودانية أو الإريترية تفاصيل زيارة الرئيس الإريتري، والتي أشارت إليها بأنها تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وكان الرئيس الإريتري قد التقى رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في اجتماع منفرد ومطول. الجدير بالذكر بأن البلدين يحتفظان بعلاقات ذات أبعاد أمنية واستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الحليف المشترك للطرفين. أكدت وزارة الخارجية السودانية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز دعا إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه وبسرعة. وذكرت الخارجية السودانية في بيان لها يوم الخميس أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن أمله في أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه. ونقل البيان عن غوتيريش قوله بمناسبة انطلاق الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن لم يحدث ذلك فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف: السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة لنا، وما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على أنه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك إرادة سياسية. لذلك ينبغي أن يكون هذا درسا لكل مكان في العالم. ذكرت وسائل إعلام تونسية بأن الحكومة التونسية قالت بأنها لن تمانع في دفن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في البلاد في حال طلب أسرته ذلك. وكان الرئيس التونسي المخلوع قد توفي في السعودية في يوم الخميس الماضي، وذلك بعد معاناة طويلة من مرض سرطان البروستاتا. وتوفي بن علي عن عمر يناهز 83. واشتهر حكم الرئيس السابق ذو الخلفية العسكرية الاستخباراتية بالقسوة الشديدة تجاه معارضيه وبالفساد، مما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية ضده وخلعه ومقادرته للإقامة في السعودية، والتي رحبت به بعد أن رفضت العديد من الدول استقباله، خاصة حليفه السابق فرنسا. للمزيد حول هذا الموضوع
تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. نقل موقع روسيا اليوم الإخباري عن يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي يوم الجمعة قوله أن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر المتوسط وحتى المحيط الهندي. وأضاف صفوي أن حلفاء إيران في المنطقة باتوا أقوى من حلفاء أمريكا الإقليميين، وأكد أنه إذا فكر الأمريكيون في أي مؤامرات فإن الأمة الإيرانية سترد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي. وكانت السعودية قد تعرضت في يوم السبت الماضي لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريس، تبنته جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية التي قالت أن العملية نفذت بواسطة 10 طائرات مسيرة، بينما تقول السعودية والولايات المتحدة بأن إيران تقف وراء الهجمات التي قالت بأنها تمت بواسطة صواريخ. من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي بأنه يدرس خيار استخدام القوى العسكرية ضد إيران، وأنه في حالة استخدامه فإنه سيكون قويا بدرجة لا يمكن توقعها مطلقا، لأن الولايات المتحدة تملك أقوى جيش في العالم اليوم، وأن ترسانتها من الأسلحة أقوى من أي وقت مضى. وقال بأنه سيعمل على تشديد العقوبات ضد إيران، ولكن في حال الاضطرار قد يلجأ إلى حلول أخرى. وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية السعودية عادل الجبير قد قال في تغريدة له على تويتر بأن تهاون العالم مع إيران سيشجعها على ارتكاب هجمات أخرى. ذكرت صحيفة التحرير السودانية بأن العاملين في الموانئ البحرية وشباب الشرق نظموا وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم ما اسموه بسياسة الإقصاء المتعمد التي يتعرض لها أبناء شرق السودان وحرمانهم من التمثيل في السلطة وحرمانهم من ثروة الإقليم في برامج التنمية. وحمل المحتجون رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تبعات هذا الإقصاء. وسلم المحتجون مذكرة لمدير الموانئ تطالب بمعالجة وضعية العمال المؤقتين. وقال شباب الشرق أنهم يطالبون بتمثيل الإقليم في السلطة وتخصيص نسبة من موارد الشرق في تنمية إنسان الإقليم، وأكدوا الاستمرار في مطالبهم هذه حتى تتحقق بالطرق السلمية، ولن يكون خيارهم المطالبة بحق تقرير المصير وانفصال الإقليم. بهذا الخبر من السودان نكون وإياكم مستمعي ومستمعات الأفاضل قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تعاون أمني سوداني إريتري مشترك. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الحكومة التونسية قد توافق على دفن بن علي في بلاده، وإيران تتوعد بحرب شاملة في حال مهاجمتها. وأخيرا تظاهرات في شرق السودان ضد الإقصاء والتهميش. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة اليوم، والتي نخصصها كالعادة لتناول أهم الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية في المحيط الإريتري. ونتناول في الجزء الأول من حلقة اليوم التقرير الخبري الذي أعدته فرنسا 24 بعد رحيل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في السعودية يوم الخميس الماضي. بعد ذلك وفي الجزء الثاني نقدم لكم تحليلا سياسيا لنتائج الانتخابات الإسرائيلية والتي خسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يعتبر من أكثر رؤساء الوزراء حكما لإسرائيل. والتقرير من إعداد الصحفية المصرية إنجي عبد الوهاب من صحيفة المصري القاهرية. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إرينا. ملابسات وفاة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والتبعات. فرنسا 24 تقرير خبري. توفي الرئيس التونسي السابق
زين العابدين بن علي يوم الخميس في السعودية عن 83 عاما، وكان بن علي قد فر إلى السعودية في ذروة الثورة التي اندلعت في بلاده وأطاحت به في 14 من يناير من 2011. وحكم بن علي تونس بقبضة من حديد مدة 23 عاما. في 14 من يناير من عام 2011، وبعد شهر من المظاهرات المعارضة له والتي قمعت بقوة، غادر بن علي إلى جدة برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين تاركا السلطة، في حين غادرت ابنته نسرين بن علي مع زوجها آنذاك صخر الماطري إلى قطر، ثم جزر سيشل قبل أن يتطلقا لاحقا. ومنذ انتقاله إلى السعودية نادرا ما تسربت معلومات عن الرئيس التونسي السابق، وكان يكتفي محاميه اللبناني أكرم عازوري بإصدار بيانات صحفية للرد على تقارير تتناوله في الإعلام، في حين أن لا معلومات حول طريقة عيشه والموارد التي يستفيد منها لتغطية نفقاته. في السابق ومنذ استقراره في السعودية ظهرت بانتظام شائعات حول تأزم مفترض لوضعه الصحي وحتى أنباء كاذبة عن وفاته. وأعلن منير بن صالح الذي يقدم نفسه محاميا لبن علي في 12 سبتمبر 2019 أنه مريض جدا، ليعود وينفي لاحقا كل الشائعات التي تم تداولها بخصوص وفاته، مبينا في تصريح لإذاعة تونسية خاصة أنه لم يمت ولكن حالته الصحية حرجة، وخرج من المستشفى ويعالج في بيته وحالته مستقرة. ومنذ هروبه إلى السعودية صدرت أحكام قضائية عديدة بحقه، ولا سيما في قضايا فساد، كما أنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضد الثورة، وذلك بسبب مقتل أكثر من 300 متظاهر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. رواية بن علي حول فراره. في عام 2011 قدم الرئيس التونسي السابق روايته عن فراره عبر محاميه، موضحا أنه كان ضحية مخطط وضعه المسؤول عن أمنه الجنرال علي السرياطي، الذي قال له بأنه كانت هناك تهديدا باغتياله ودفعه إلى المغادرة لنقل عائلته إلى مكان آمن، ثم منعه من العودة إلى البلاد. ويؤكد بن علي بأنه لم يعطي أبدا أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وتفيد حصيلة رسمية أن 338 شخصا قتلوا في قمع الثورة التي قامت ضد بن علي. حياة بن علي في السعودية. في 2012 نشرت زوجته ليلى الطرابلسي كتابا بعنوان حقيقتي، ترفض فيه اتهامات الفساد والتوجه الدكتاتوري للنظام السابق. وللمرة الأولى منذ فرارهما نشرت صورة لبن علي بشعره الأسود المسبوق مبتسما إلى جانب زوجته وهي ترتدي الحجاب، لينفيا بذلك شائعات حول طلاقهما. ومنذ استقراره بالسعودية نشرت صور قليلة جدا له على حسابات لأولاده وبعض المقربين منه على إنستغرام. وآخر هذه الصور تقاسمها مغني الراب كادوريم في بداية 2019 ليظهر إلى جانب خطيبته نسرين بن علي ووالديها. وبدأ بن علي نحيفا مقارنة بالماضي، وظهرت على ملامحه وهيئته علامات الشيخوخة. هذه إذاعة إرينا. أما بالنسبة إلى بقية أفراد عائلته فتقيم اليوم غزوة وضرصاف وسيرين بنات بن علي من زوجته الأولى نعيم الكافي في تونس. وعاد صهر بن علي السيد سليم شيبوب زوج ابنته ضرصاف إلى تونس في 18 من نوفمبر من عام 2014 من دولة الإمارات العربية التي أقام فيها منذ مغادرته البلاد أثناء الثورة. ومثل شيبوب فور عودته إلى تونس أمام القضاء، ولوحق في قضايا يتعلق أغلبها باستغلال النفوذ وفساد مالي خلال فترة الرئيس بن علي من 1987 إلى 2011، وهو اليوم طليق بعد أن خضع لآليات المصالحة في إطار العدالة الانتقالية في البلاد، فتعهد بإرجاع مبلغ مالي يقدر بحوالي 100,000 يورو للدولة.
واختفى بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى زوجة بن علي منذ مايو عام 2016 بعد فراره من كندا، حيث كان قد لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 يناير 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته الخاص، وهو رجل أعمال ثري ومتهم بأنه من بين الذين سيطروا على مقاليد البلاد اقتصاديا وباستغلال النفوذ بشكل غير مشروع. ثم ظهر في مارسيليا حيث اعتقل في مارس من عام 2019. وواجه الطرابلسي في فرنسا تهما بغسيل الأموال في عصابة منظمة، ثم أفرج عنه بشرط أن لا يغادر الأراضي الفرنسية قبل أن تنظر تونس في طلب تسلمه. أما عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى فهو في السجن في تونس. المستمعين والمستمعات الأفاضل، قدمنا لكم فيما مضى تقريرا خبريا عن فرنسا 24 حول وفاة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، ونتناول في تحليل سياسي بقلم إنجي عبد الوهاب لصحيفة المصري النتائج المفاجئة للانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. التقرير تحت عنوان القائمة العربية توجه صفعة للملك. وتقول إنجي عبد الوهاب: وجهت القائمة العربية المشتركة بالكنيسة الإسرائيلي صفعة قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصبحت فرصته بالانفراد بتشكيل الحكومة تكاد تكون صفرية بعد أن وحدت تلك القائمة صفوفها ونجحت في حصد 13 مقعدا أسهمت في ترجيح كفة منافسه بيني غانتس المدعوم من تحالف حزب أزرق أبيض. أصوات الكتلة العربية مجتمعة كانت أحد أهم العوامل في فشل كتلة اليمين الإسرائيلي في الحصول على أغلبية واضحة تمثل 61 مقعدا من أصل 120 للانفراد بتشكيل الحكومة، لذا أصبحت فرصة نتنياهو في البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية منعدمة. هذه إذاعة إرينا. في السطور القادمة نستعرض الأزمة السياسية القائمة في إسرائيل والسيناريوهات التي تنتظر نتنياهو الذي يلقبه الإسرائيليون بها ميليخ أي الملك، نظرا لكونه أكثر من بقي على رأس الحكومة برصيد 13 عاما، وكيف يمكن للكتلة العربية في الكنيست أن تصبح أكثر فعالية في ظل الوضع الراهن. كيف يبدو المشهد السياسي في إسرائيل؟ حالة احتدام تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية بين نتنياهو وغانتس كطرفين متنافسين على فرصة تشكيل الحكومة منذ انطلاق الانتخابات التشريعية يوم الثلاثاء الماضي، نظرا لوجود 29 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي. وبعد ما أوضحت النتائج شبه النهائية بعد فرز 92% من الأصوات، تقدم تكتل أزرق أبيض بفارق صوتين عن الليكود بواقع 57 مقعدا، ومواصلة القائمة العربية باحتفاظها ب13 مقعدا، بات فشل كتلة اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو بالحصول على 61 مقعدا كأغلبية واضحة تمكنها من تشكيل الحكومة أمرا حتميا، وباتت فرصة استمرار نتنياهو رئيسا للحكومة صفرية. واقع معقد تشهده الساحة الإسرائيلية نظرا لتعادل الحزبين الرئيسين الليكود وأزرق وأبيض في عدد المقاعد، فلا يملك أي من الحزبين الرئيسين أغلبية واضحة أي 61 مقعدا من أصل 120 لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ حصل معسكر أحزاب اليمين على 56 مقعدا، بينما حصلت أحزاب اليسار والوسط مجتمعة على 55 مقعدا بفضل احتفاظ الكتلة العربية ب13 مقعدا. ولا يزال إفيغدور ليبرمان في الكنيسة المقبل لكون حزبه إسرائيل بيتنا يمتلك من 9 إلى 10 أصوات، وهي الكتلة التي تتوسط كفتي الميزان السياسي الإسرائيلي حاليا، ويمكنها تحديد من يكلفه رئيس الدولة ريوفين ريفلين بتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن ليبرمان لا يريد الانضمام لأي من الجانبين، بل يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشرط عدم وجود نتنياهو على رأسها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كل الطرق تؤدي إلى رحيل نتنياهو.
لازلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تتابعون التحليل السياسي للكاتبة المصرية إنجي عبد الوهاب عن صحيفة المصري حول الانتخابات الإسرائيلية. أزمة التوازن التي انتهت إليها الانتخابات الراهنة نظرا لرفض ليبرمان الانضمام إلى أي من الطرفين تفرض 3 سيناريوهات تقضي جميعها بخروج نتنياهو من المعادلة. فأول تلك السيناريوهات أن يتمكن غانتس أو نتنياهو من تشكيل تحالف يمكنه من تشكيل الحكومة، وهنا تكون فرصة بيني غانتس هي الأقوى في حال تمكن من ضم حزب يميني آخر قد يكون حزب شاس. السيناريو الثاني هو الأرجح، أن يقبل غانتس بالتحالف مع اليمين وتتشكل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وأزرق وأبيض وأحزاب الوسط واليسار وليبرمان بدعوة من القائمة العربية، وهذا هو السيناريو الأرجح. ولكن هذا السيناريو أيضا يتطلب استبعاد نتنياهو من المشهد نظرا لرفض ليبرمان القاطع لوجوده على رأس الحكومة. أما السيناريو الأخير أن تتم إعادة الانتخابات التشريعية لمرة ثالثة في حال استمرار المأزق الحالي. هذه إذاعة إرنا. نتنياهو يعترف بالهزيمة واليمين يتخلى عنه. في محاولة منه للخروج من هذه الأزمة دعا بنيامين نتنياهو منافسي بيني غانتس الخميس لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوبان خلالها الحكم، الأمر الذي يراه محللين أنه اعتراف بالهزيمة ومحاولة للإفلات من المثول أمام القضاء في أكتوبر المقبل على خلفية اتهامات بالفساد. كما أن التخلي إيليت شاكيد زعيمة حزب يمين اليميني المتطرف عن نتنياهو بتصريحاتها بأن اليمين ليس مغلقا على شخص نتنياهو له دلالات قوية أيضا تفيد بالإطاحة به واختيار ممثل آخر عن الليكود في حال تشكلت حكومة وحدة وطنية. وتشير التوقعات إلى دور كبير محتمل للقائمة العربية في إحباط جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، رغم أنها على الأرجح لن تدخل في أي ائتلاف، لكنها ستوصي بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة نكاية بخصمها اللدود نتنياهو الذي تتهمه بالتحريض العنصري ضد العرب وتأجيج الصراع. وهنا يرى الدكتور جهاد حرازين القيادي بحركة فتح والمختص في الشؤون الإسرائيلية أن الدرس المستفاد مما حققته الكتلة العربية في الكنيست بمساهمتها في إبعاد الطرف الأكثر تطرفا من رئاسة الحكومة أن يعمل المرشحون العرب بالكنيست على كسب ثقة الفلسطينيين ودورهم في مناهضة الإجراءات اليمينية التحريضية والتأثير على الشكل المستقبلي لحكومة الأراضي المحتلة، مضيفا أنه بالإمكان حصد 15 مقعدا لو تجاوزت نسبة التصويت 75%. أما الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس فأوصى بعدم خروج القائمة العربية من اللعبة والتفكير في الدخول في حكومة بقيادة بيني غانتس، لأن خروجهم من اللعبة السياسية سيضعف موقفهم على المدى البعيد على حد تعبيره، الأمر الذي رفضته الدكتورة نعيمة أبو مصطفى الباحثة المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية على اعتباره تطبيع يضر بالقضية الفلسطينية، قائلة: الحكومة الإسرائيلية ستظل يمينية سواء شاركت الكتلة العربية بالكنيست في التشكيل الحكومي أو لم تشارك، وأن غانتس ليس أفضل من نظيره نتنياهو. هذه إذاعة إرنا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تحليل لمخرجات الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كتبته الصحفية المصرية إنجي عبد الوهاب لصحيفة المصري القاهرية. وبهذا القدر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وقبل ذلك أقدم لكم تذكير بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تعاون أمني سوداني إريتري مشترك. كشف تلفزيون الصين بأن كل من إريتريا والسودان توصلا إلى توقيع اتفاق أمني مشترك يتم بموجبه التعاون في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الجرائم العابرة لها، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري وبناء القدرات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية بين البلدين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أكدت وزارة الخارجية السودانية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز دعا إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب،
وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه وبسرعة. الحكومة التونسية قد توافق على دفن بن علي في بلاده. ذكرت وسائل إعلام تونسية بأن الحكومة التونسية قالت بأنها لن تمانع في دفن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في البلاد في حال طلب أسرته ذلك. إيران تتوعد بحرب شاملة في حال مهاجمتها. نقل موقع روسيا اليوم الإخباري عن يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي قوله يوم الجمعة الماضي أن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض المتوسط حتى المحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر. تظاهرات في شرق السودان ضد الإقصاء والتهميش. ذكرت صحيفة التحرير السودانية بأن العاملين في الموانئ البحرية في شرق السودان وشباب الشرق نظموا وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم ما أسموه سياسة الإقصاء المتعمد التي يتعرض لها أبناء الشرق وحرمانهم من التمثيل في السلطة وحرمانهم من ثروة الإقليم في برامج التنمية. وحمل المحتجون رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تبعات هذا الإقصاء. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.